السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام يوسف ومطبخ اكلات على قد الايد. النهاردة هنعمل شوية ملوخية من غير ولا لحمة ولا فراخ ولا حتى شوربة، بس شوية ملوخية طعمهم ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم، بشوية توابل كده وتكات هيخلوا الملوخية دي في حتة تاني. يلا بينا اقولك على الطريقة. انا حطيت حله كده على النار ونزلت عليها بكوبايتين من الميه. يا ريت بقى يا حبايبي كده اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويعمل لايك عشان يوصل لكم كل وصفاتنا. اللايك يا حبايبي، اللايك يا حلوين. نزلت كده بكوبايتين الميه دفيوا معايا، قمت نازله بمكعب واحد بس من المرقه. مكعب واحد بس، انا مش عايزه اكتر من كده. بعد كده نزلت بنص معلقه سمنه، نص معلقه من السمنه، وبعدين شوية من الفلفل الأسود، وبعد كده نص معلقة من صلصة الطماطم. صلصة الطماطم يا جماعة يعني طماطم متسبكة، أخدت منها نص معلقة، مش الصلصة العادية المعلبة دي، لا صلصة طماطم عادية. نزلت كده بنص معلقة من صلصة الطماطم، وبعدين هنزل بنص معلقة من الملح عشان طبعا انا حاطه مكعب ماجي، وهنزل بنص معلقه من الثوم المفروم من غير كزبره ومن غير اي حاجه، ثوم ني كده عادي حطيته كده ايه معاهم. نزلت مع التوابل الثوم الني بتاعي، وبعد كده كانت طبعا الميه بتاعتنا دفيت او الشوربه بتاعتي دفيت، رحت نازله بالملوخيه وقلبتها كده كويس لحد ما بقاش فيها كلاكيع زي ما انتوا شايفين. وبعد كده سبتها على جنب وبدأت اعمل ايه، اعمل في الطشة الحلوة بتاعتنا. جبت كده طاسة صغيرة نزلت عليها بمعلقة كبيرة من السمنة، وبعد كده نزلت بالثوم بتاعي الحلو، وهبدأ بقى اشوحه لحد ما ياخد معايا لون. وهحط بقى ايه الطشة الجميلة دي على الملوخية. بس هنا انا مش هحط الطشة كلها، انا هحط نص طشة الملوخية والنص التاني هسيبه وانا بقدم. هوريكم دلوقتي هعمل ايه بنص الطشة بتاعي التاني. خلاص كده اتشوحت معايا، هبدأ بقى انزلها ايه على الملوخية. شايفين يا جماعة الملوخية وجمالها؟ حاجة كده قمر، يعني قمر. محدش يصدق ابدا ان الملوخية دي قرداحي. خلاص كده خدت الغلوة بتاعتها الحلوة، هنغرفها بقى كده في الطبق الحلو ده. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ الملوخية بسم الله ما شاء الله، وخضرة وزي الفل. اللايك فين بقى يا حلوين؟ انا مش شايفة لايك. اللايك يا حبايبي، اللايك لأم يوسف. وهنزل بقى بنص الطشة اللي انا كنت مخلياه للاخر. ادي نص الطشة التاني على الوش كده، هيديني بقى طعم بقى مش قادرة اقول لكم. هعمل معاها بقى ايه حبة رز بشعرية وطبق سلطة كده حلو، وهتبقى وجبة يعني متكاملة. حبة السلطة اللي هيتعملوا دول هيخلوا بقى ايه الملوخية بتاعتنا في حتة تاني. شايفين شكل الملوخية والسمك بتاعها عامل ازاي يا حبايبي؟ يلا بقى نقدم بقية الاطباق بتاعتنا. انا هنا اهو حطيت الرز وحطيت طبق السلطة الجميل بالشكل ده. ايه رأيكم بقى؟ بتمنى النهاردة الطبق بتاعنا يكون عجبكم. مش لازم لحمة، مش لازم فراخ، مش لازم شوربة. ان شاء الله هنعمل اكلات على قد الايد هتشبعنا وهتبسطنا وهتخلينا نقول الحمد لله. يا رب يكون النهاردة وصفتنا عجبتكم، واللي ما اشتركش بقى في القناة يشترك ويعمل لايك ويفعل الجرس عشان يوصله كل وصفاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.